بيبدأ الفيلم في فرنسا وتحديدا في قرية ميلرز هولو بأسطورة بتقول إن في راجل بيلبس فراء ذئب بيجري في القرية هربان ومعاه صندوق خشب وبيخبط على البيوت وأي حد بيمنعه من الدخول بيتحول لمستذئب. وبالليل المستذئبين بيمشوا في القرية بينقضوا على ضحاياهم الأبرياء. بعد كده بنشوف جيروم مع عيلته في أجازة عند أبوه جيلبرت ومعاه مراته ماري وابن مراته تيو وبناته كلارا ولويز. بيكونوا هيلعبوا لعبة اسمها المستذئبين وهي لعبة كروت قديمة وهي إنك بتستخدم قواك في الإمساك بالمستذئبين. وبنعرف إن جيلبرت عنده ألزهايمر وهم مش بيحبوا يجوا عنده أجازات كتير لأنه عايش في قرية، وكمان القعدة بتكون مملة خصوصا إنه معظم الوقت بيكون ناسيهم وبيكونوا مش عايزين يلعبوا اللعبة دي. بس جيروم بيوزع الأدوار، جيلبرت بيكون صائب المستذئبين وتيو هو اللص وكلارا الطفلة الخفية وماري الساحرة وجيروم قارئ الأفكار. بس كلهم بيكونوا زهقانين وكلارا بتقول إنها عندها شغل ولازم تطلع لايف وبتسيبهم وتقوم، وجيلبرت بيقول إنه عارف إنهم زهقانين ومش عارف إيه اللي جابهم وبيقوم ويسيبهم. وماري بيجيلها شغل وبتقول إنها عايزة تروح الكرنفال اللي في القرية بالليل، ولويز وتيو بيقوموا ياكلوا وبيتفرقوا كلهم. بعدها جيروم بيكون قاعد لوحده وبنشوف إن الصندوق بتاع اللعبة بيطلع منه شعاع ضوء، لكن محدش بيكون شايف الموضوع ده. وبيقوم جيروم يرجع كروت اللعبة مكانها لما كلهم بيقولوا إنهم مش عايزين يلعبوا اللعبة الرخمة دي، وبيقفلها. وفجأة اللعبة بتتهز والبيت كله بيتهز وكأن في زلزال وكل حاجة في البيت بتقع وبتتكسر، وبينزلوا كلهم للقوب بسرعة عشان يستخبوا والنور بيتطفى. وبيطلع جيلبرت سلم عشان يطلعوا يرجعوا للبيت. أول ما بيطلعوا جيروم مش بيلاقي عربيته وبيكون عايز يبلغ الشرطة لكن مش بيلاقي إشارة في الموبايل، وجيلبرت بيقول إن ده مش بيته وكلهم بيكونوا مستغربين المكان. والبيت فعلا بقى شكله قديم جدا وكلارا بتكون اختفت وبيفضلوا يدوروا عليها في كل مكان بس مش بيلاقوها. وماري بتقول يروحوا يشوفوها في القرية ممكن تكون نزلت تتمشى ولا حاجة، وبيمشوا فعلا كلهم يروحوا يدوروا عليها وبيفضل جيروم ينادي عليها لكن بدون فايدة لحد ما بيوصلوا لمكان غريب في القرية، لدرجة إن ماري بتقول إن دي أكيد أحداث الكرنفال بس بدأت بدري شوية، لكن الناس بتفضل تبص عليهم باستغراب هم كمان. وجيلبرت بيلاقي صورة واسم أبوه متعلقين على الحيطة ومكتوب عليه إنه متهم بالشعوذة وهيتم إعدامه، وبيسأل واحدة عن منظم الكرنفال عشان ما يصحش يستخدموا اسم عيلته بالمنظر ده، لكن البنت بتستغرب وبتقول له منظم وكرنفال لو تقصد النقيب فهو في الساحة عشان الإعدام. وبيروحوا للمكان ده وبيسأل جيروم واحدة لو شافت بنته وبيوصف لها كلارا، لكنها بتقول له إنها ما شافتش حد. ولما بتعرف إنهم جايين من باريس بتستغرب إزاي جم من مكان بعيد قوي كده. ولما جيروم بيقول إن الفرق 3 ساعات بتبص له باستغراب وبتقول في نفسها إيه الجنان ده. وبيجي النقيب اللي بيقول إنهم قبضوا على الوحش المشعوذ وإنهم هيعدموه، كل ده وهم متخيلين إنهم في مهرجان القرية لحد ما بيقطعوا رقبة الشخص ده، والدم بيجي على جيروم وبيكون مفكره مش دم حقيقي، فبيدوقوا بيلاقي إنه دم فعلا فبياخدهم وبيطلعوا يجروا من المكان بسرعة. لكن في الوقت ده النقيب بيلمحهم وهم بيجروا، ولما بيبعدوا بيسألوه هم بيجروا ليه ومن إيه بالظبط، فقال لهم إن ده دم حقيقي. في الأول ما كانوش مصدقينه لحد ما بيدوقوه وبيكتشفوا إنه فعلا دم حقيقي. وتيو بيقول إن التفسير الوحيد إن ده مش كرنفال وإن دي قرية حقيقية في القرون الوسطى وإن دي محاكمة حقيقية وإعدام حقيقي، يعني باختصار سفر عبر الزمن. وكلهم بيقولوا إيه الهبل ده، وجيلبرت بيقول له أنت أكيد بتشرب مخدرات عشان تقول الكلام الغريب ده. وفجأة بيظهر فارس على حصان وبيقول لهم إنهم لابسين لبس غريب قوي بالنسبة لسنة 1497. وفي الوقت ده موبايل ماري بيدي منبه لميعاد اجتماعها، وده بيخلي الفارس ده يتوتر جدا وبيبدأ يهجم عليهم، لكن جيلبرت بيضربه بطريقة غريبة جدا وبيطيره. وبيرجعوا البيت ولما بيتكلموا مع جيلبرت بيتفاجئوا انه فاكر كل حاجه وذهنه صافي ولا كانه عنده زهايمر. وفجاه وهم قاعدين كل حاجه حواليهم بتطير كأن في شبح في المكان، وبيوقع كيس دقيق على الترابيزه وبتكتب دي انا كلارا. فبيرمي تيو شويه دقيق في الهواء وبيظهر فعلا كأن في شخص لكنه مختفي، ومش بيكونوا فاهمين ده حصل ازاي وبيتكلموا عليها لكن هي مش بترد. وفي الوقت ده بتقول كلارا هم ليه مش سامعيني، فبيسمعها جيروم وبيقول لها انه سامعها، لكن كلهم بيقولوا له ان محدش بيتكلم اصلا. فكلارا بتقول له انت كده بتقرا افكاري. وماري بتقول شكله اتجنن زي ابوه، وابوه بيبتدي يتكلم هو كمان، وكل دي مجرد افكار ومحدش فعلا اتكلم فيها. لكن جيروم بيكون فعلا سامعهم كلهم. والباب بيخبط وبيتضح انه النقيب، فبيشيل جيروم الدقيق من على كلارا بسرعه وبيفتحوا له، والنقيب بيقول لهم انه شافهم في الاعدام وانهم جريوا بسرعه، وبيبص لهم باستغراب وبيقول لهم انهم اكيد مشعوذين هم كمان. وبيمسك تيو وبيكون عايز يقتله، فجيروم بيقول له انهم موسيقيين متجولين، فبيقول لهم لو انتوا موسيقيين فعلا غنوا لي. وبتجيب له لويز العود بتاعه وبيبدا جيروم يغني ويعزف، وبيبداوا كلهم يغنوا معاه وهم مرعوبين على تيو. تيو بيكون النقيب مكتفه عشان يقتله، لحد ما الفرسان اللي مع النقيب بيسقفوا لجيلبرت، وجيلبرت بيقول ان اسمه دانيال
موسيقي، وبيسيب النقيب تيو وبيقول لهم ادخلوا البيت بسرعة عشان الوحوش جاية، وهم مش فاهمين وحوش ايه. وبالليل بيمشي واحد بجرس وبيقول ان كل اهل القرية لازم يناموا بسرعة لان الوحوش جاية، وكل الناس بتجري وبتقفل على نفسها. وبنشوف بعد كده ماري بتلبس كلارا جاكيت عشان يقدروا يشوفوها، اما لويس بتلاقي لعبة المستذئبين وبيستغربوا ازاي اللعبة دي موجودة اصلا. وتيو بيقول ده معناه ان اللي احنا فيه ده مش سفر عبر الزمن، احنا كده جوه اللعبة. وبيقول ان معنى كده ان كل واحد فينا ليه قوة زي ما كان بيوزع علينا اللعبة في البداية. جيلبرت هو صائد المستذئبين وده سبب قوته الخارقة اللي ضرب بيها الفارس، وكلارا هي الفتاة الصغيرة الخفية عشان كده هي مختفية فعلا، لكنهم بيفضلوا يقولوا عليه مجنون. وبيسأل جيروم جيلبرت عن قواعد اللعبة لانها لعبته، فبيقول انه لقى اللعبة دي وهو اللي عمل لها قواعد، يعني هي ملهاش قواعد في الاساس، لكن الاكيد انه عشان يفوزوا باللعبة لازم يحددوا هويات كل المستذئبين قبل ما يقتلوهم. ولويس بتكون خايفة جدا تكون هي المستذئبة، خصوصا ان اللعبة فيها شخصية مستذئب فعلا، لكنهم بيطمنوها وبيدخلوها تنام وكلهم بيناموا. وهم نايمين بتقوم كلارا وبتخرج بره البيت وبتمسك شمعة تنور بيها الطريق، لكن فجأة بتلاقي مستذئبين فبتطفي الشمعة بسرعة وبتستخبى وبتجري جري على البيت. وكلهم بيكونوا صحيوا على صوت المستذئبين اللي في القرية، وكلارا بتقول لابوها انها شافت المستذئبين وكانوا هيقتلوها وانهم لازم يمشوا من القرية دي بسرعة. وفي الوقت ده بينتبهوا ان لويز مش موجودة في البيت، والباب بيخبط وبتطلع هي طلعت تشوف الصوت اللي بره، بس طبعا بيقولوا لها ان ده ما ينفعش انها تخرج بره البيت لانها لو مستذئبة هتتقتل. وهي بتفضل تقول لهم انا مش مستذئبة، وفجأة بتتحول لمستذئب وبتبدأ تهجم عليهم، لكن جيلبرت بينجح انه يمسكها وبيأيدوها. وتاني يوم أهل القرية بيقولوا إن في ضحية جديدة للمستذئبين، ولويز بتكون متأيدة من بالليل، وكلهم بيلبسوا لبس مناسب للعصر اللي هم فيه عشان محدش يشك فيهم تاني، طبعا لحد ما يلاقوا طريقة يرجعوا بيتهم مرة تانية. وبتقترح ماري إنهم يوصلوا لجد جيروم لأن هو صاحب لعبة المستذئبين، ويسألوه عن الطريقة اللي يقدروا يرجعوا بيها. بعد كده بينزلوا القرية عشان يجيبوا أكل، لكن بيكون مش معاهم فلوس أو ما يعرفوش الطريقة اللي يقدروا يشتروا بيها حاجة في العصر ده. وتي بيقول لهم إن هو اللص في اللعبة وهيتصرف، لكن ماري بتفضل تحذره ما يعملش كده لأن الناس دي ما بتهزرش وإنهم بيعدموا أي حد. وبيقولوا إن كلارا أنسب للموضوع ده لأنها متخفية ومحدش يقدر يمسكها، وبيتفقوا إنهم يتقابلوا تاني بعد ساعة. تيو وكلارا بيروحوا عشان يجيبوا أكل، وهم ماشيين تيو بيعجبوا زي حظاظة كده مع حداد، وبيقول لكلارا إنه لصه هيعرف ياخدها ويمشي بسرعة من غير ما حد ينتبه ليه. وفعلا بيروح وهو بياخدها بيقع قطعة حديد وبتعمل صوت، فصاحب الحظاظة بينتبه له وبيطلع يجري وراه، وبيكون هيمسكه أكتر من مرة، لكن في النهاية بيقدر تيو يستخبى ومش بيتمسك. أما جيروم وماري فبيروحوا عشان يدوروا على جد جيروم اللي بيكون مسجون بتهمة الشعوذة، وهم بيكونوا هيروحوا يطلبوا زيارته. ولما بيوصلوا للسجن الحراس بيقولوا لهم عايزين ايه من المشعوذ ده، وبيشتموهم وبيضربوهم، فبيضطروا انهم يمشوا ويحاولوا يشوفوا طريقة تانية. ولما بيقعدوا بتيجي البنت اللي كانت في الساحة في البداية وبتدي لجيروم عيش لسه خبزاه، وبنعرف انها خبازة. وماري بتقول في نفسها انه مدافعش عنها عشان كان خايف ومش مكسوف من البنت، وهي بتعكسه وبتديله العيش. بس في الوقت ده جيروم بيرد عليها وبيقول لها انهم في بعد زمني مختلف، ولو كان دافع عنها او حتى صد البنت دي ما يعرفش ده ممكن يأثر على المستقبل ازاي. بس ماري بتفضل تتريق عليه. وفي الوقت ده بتيجي كلارا وبتقول لابوها انها مش لاقيه تيو، وفجأة بيظهر الحداد اللي سرق منه تيو الحظاظة، وبيقول لهم ان ابنكم قال كل حاجة واعترف انكم جايين من المستقبل. فجيروم بيقول له انه بيهزي وانهم متوقعين انه يكون بياخد مخدرات، وبتمسك فيه ماري عشان تضربه عشان يجيب لها ابنها، لكن هو بيقول لها تهدى وان هو نفسه تيو. ولما بيقلع الحظاظة بيكون هو تيو فعلا، ولما بيلبسها بيبقى الحداد، وبيقول لهم ان هي دي القوة بتاعته انه ينتحل الشخصيات. وماري بتقول له ما يعملش كده وبتتخانق معاه، بس تيو بيقول لها ان هي غيرانة منه، وبيلبس الحظاظة وبيسيبها ويمشي. بعد كده بنشوف كلارا بتتسحب وبتاخد خوذة واحد من الحراس اللي على السجن، وتيو بيلبسها فبيكون هو شخصية الحارس، وبياخد ماري وبيدخلها السجن على اساس انها خدت تصريح بالزيارة. وبتدخل ماري السجن تدور على شليدريك فازير، وهو ده اللي صورته كانت متعلقة في البداية على اساس انه من المشعوذين، وهو نفسه ابو جيلبرت وجد جيروم. وماري بتقول له انهم جايين من المستقبل من سنة 2024، وانهم دخلوا اللعبة بتاعته وعايزين يعرفوا يخرجوا منها ازاي. وبتقول له انت اللي اخترعت اللعبة دي صح؟ لكن شيل بيقول لهم انه ما عملهاش، وان الراجل اللي بيلبس فراء الذئب هو اللي جابها، وانه كان راجل غريب قعد عنده في البيت 3 ايام قبل ما يحصل اعتداءات من الوحوش، وانه ما يعرفش اصلا مين الشخص ده. في نفس الوقت ده الحارس بيكتشف ان الخوذة بتاعته اختفت، فبتقول ماري لشيل انهم لازم يخرجوا ويهربوا بسرعة.
وبتهرب هي وتيو من المكان قبل ما يتمسكوا، وبيرجعوا البيت وبيقولوا إن معنى اللي بيحصل ده كله إنهم يقبضوا على 3 مستذئبين عشان يكسبوا اللعبة، ووقتها يقدروا يرجعوا ل 2024. في نفس الوقت ده بيكون في واحد معدي وبيسمع صوتهم من الشباك وبيقول لهم يعني انتوا جايين من المستقبل، فبيمسكوه يضربوه ويكتفوه، بس هو بيقول لهم انه مش جاي يأذيهم وان اسمه بيرو وانه صديقه جار لشال، وكان جاي ياخد اي حاجة من بيته لانه مسجون وما كانش يعرف ان في حد في البيت. وبيقولوا له انهم فعلا جايين من المستقبل من 2024 وعايزين يقبضوا على مستذئبين عشان يقدروا يرجعوا عصرهم تاني. ولما بيشوف كلارا الخفية بيقول انه ممكن يساعدها هي كمان، وبياخدهم بيرو بيته وبيقول انه مخترع وبيكون عامل مادة زي المطاط، وان لو كلارا نزلت فيها هتاخد شكل جسمها وفي نفس الوقت ممكن تشيلها وتختفي في اي وقت عادي. وفعلا كلارا بتنزل في المادة دي، ولما بتطلع بيوصفوها له وبيرو بيرسمها وبيحط لها عين وشعر وبتبقى شبه كلارا فعلا. وبيكون مخترع كمان سلسلة أول ما بتلبسها بتقدر إنها تتكلم ويسمعوها، وبيشكروا بيرو وبيمشوا، لكن وهم ماشيين الناس بيكونوا مستغربين شكل كلارا، وده لأنها متعددة العرق، وده في العصر اللي هم فيه ما كانتش حاجة معروفة أو منتشرة، وكان كل واحد لازم يتجوز من نفس المكان. بعد كده فجأة بيكون في إنذار إنهم مسكوا وحش جديد والنقيب هيعدموا، وبيجروا كلهم على الساحة، والست اللي ماسكينها بتفضل تقول إنها بريئة، لكن كل الشعب بيقول إنها وحش وإنها لازم تتعدم، وبيكونوا لازم ينفذوا حكم الإعدام ده بسرعة لأن خلاص الشمس هتغرب والوحوش هتبدأ تظهر. لكن أول ما الجلاد بيجي ينفذ الحكم راس الفاس بتاعه بتطير ومش بيقدر إنه ينفذ الحكم، وفجأة البنت بتتحول لمستذئب فعلا وبتبدأ إنها تهجم على الناس، والقرية بتكون كلها فوضى. وبيروح جيلبرت عشان يقتلها، لكن واحد من الحراس هو اللي بيضرب فيها سهم وبتموت، وفي الوقت ده بياخد جيلبرت كارت المستذئب اللي بيكون في ايدها أول ما تموت. وفي اللحظة دي لويس بتتحول وبتطلع تجري، وبيجروا كلهم يدوروا عليها عشان محدش يقتلها، والنقيب بيشوفها وبيروح مع واحد من الحراس عشان يقتلوها، لكن جيلبرت بيقدر إنه يمسكها ويحطها في شوال وبيرجع بيها البيت بسرعة. وبيلاقوا إن كلارا مش معاهم، وبيروح جيروم عشان يدور عليها، ولما بيلاقيها بيكون في 2 مستذئبين، وكلارا بتقوله انها هتشتت انتباههم عشان هو يقدر يمشي، وبتنجح فعلا كلارا في ده. وواحد من سكان القرية بيكون عامل مصيدة وبيمسك واحد من المستذئبين وبيكون هيهجم عليه، لكن في حد مغطي وشه بيخلص المستذئب وبياخده وبيمشي. وبيرجعوا كلهم البيت وبيحطوا اول كارت المستذئب في اللعبه، واللعبه بتنور وده معناه انهم ماشيين صح. وكلارا بتلاحظ ان لويز لما بتتحول بتفضل محتفظه بشعرها وجزء من شكلها، والشعر اللي على جلد الايد بيكون شكله شبه المستذئب بس خفيف، وبالتالي هم هيقدروا يوصلوا بسهوله للمستذئبين. وتاني يوم بينزلوا القريه يدوروا عليهم وبيكونوا متفرقين، وبيقابل جيروم النقيب ومعاه البنت الخبازه، وبنعرف انهم مرتبطين. وبنعرف كمان ان لويز بتكون قادره انها تعرف المستذئبين من ريحتهم، وبيقدروا يتعرفوا فعلا على اكتر من واحد. وبتكون ماري مفكره انها اتعرفت على واحده من المستذئبين علشان على جسمها فيه دم، فبتقول لها ان الدم ده بسبب ان جوزها بيضربها، وعشان هي محاميه فبتروح تتخانق معاه. بس بعد شويه من الكلام بيلاقوها بتتكلم بطريقه غريبه، وكمان بتعرف تكتب وتتكلم لغات تانية، فبيقولوا ان دي ساحره وبيمسكوها ويحطوها في السجن، وكمان بيحكموا عليها بالاعدام حرقا. والنقيب بيوافق لجيروم انه يشوف ماري لمده 5 دقايق، ولما بيدخل ماري بتقوله يقرا افكارها عشان محدش يفهم ولا يسمع هي بتقوله ايه، وبتقوله ياخد الولاد ويهرب ويسيبها، لكن جيروم بيقول لها ان ده مش هيحصل وانه لازم يخرجها. وفي الوقت ده الحراس بيخرجوه لانه وقته خلاص خلص. وبيرجع جيروم البيت وبيكون جيلبرت جاب كارت مستذئب تاني، وهم بيكونوا قاعدين زعلانين ويفكروا يعملوا ايه لماري لان حكم الاعدام هيتنفذ بكره، وبيتفقوا انهم مش هيمشوا من غيرها مهما حصل. وبيروح جيروم لبيرو بيقول له انه محتاج مساعدته، هنعرف دلوقتي بيرو ساعده في ايه. وبيجي تاني يوم اللي بيكون فيه حكم اعدام شال وماري، وبيقول النقيب لماري لو عايزه تقول حاجه قبل تنفيذ حكم الاعدام، فبتبدأ تكلم الستات والبنات وبتقول لهم انهم في المستقبل هيكون ليهم شأن ومهمين، وانهم كمان هيتساووا بالرجالة وهيكون ليهم حقوق ومحدش هيقدر انه يقلل منهم، وان المستقبل مستنيهم. وبتقول لهم ما يفرطوش في حقوقهم ابدا، والستات والبنات بيكونوا شايفينها كأنها قائدة ليهم وبتقول الكلام اللي نفسهم كلهم يقولوه. بعدها بيكتموا بقهم بقماش هي وشال عشان ما يتكلموش، وبيطلب النقيب انه ياخدهم للمحرقة. وبيجي جيروم وبيقول للنقيب انه محتاج يغني اغنية اخيرة لزوجته قبل ما تتعدم، والنقيب بيديله تصريح بده. وبيبدأ جيروم يعزف ويغني، واهل القرية كلهم بيندمجوا معاه، بيغنوا ويرقصوا وبيكونوا مبسوطين جدا، وكل ده عشان يشتتوا انتباههم. في الوقت ده كلارا بتروح تفك ماري وشيل، وفعلا بتقدر انها تفكهم وبيبدأوا يتسحبوا عشان يهربوا. وبيكون تيو متنكر ومستنيهم في عربية، واول ما بيوصلوا للعربية بيهربوا، لكن للاسف النقيب بينتبه لهم وبيقول للحراس يرجعوهم بسرعة ويعتقلوا دانيال او جيروم، بس هو بيرمي العود على الناس وبيهرب بسرعة. وبيبتدوا يجروا ورا العربية اللي فيها ماري وشيل ويضربوهم بالسهام،
وفي الوقت ده شيل بيتصاب بسهم منهم. وأول ما بيرجعوا بيرو بيقول لهم يروحوا الكنيسة يستخبوا هناك عشان النقيب مش هيبطل يدور عليهم، وبيعرفهم إنه عامل نفق سري هناك وبيقول لهم على الكود بتاعه. وبيمشوا بسرعة وبيسيبوا شيل مع بيرو عشان يحاول يعالجوا من السهم، وبيوصلوا للنفق السري اللي في الكنيسة وبيقفلوا وراهم. في الوقت ده لويس بتحط السماعة بتاعتها وبتقعد تلعب في الآيباد، والباقيين بيروحوا يدوروا على المكان اللي هيدخلوا فيه الكود لحد ما بيوصلوا لمكان الممر السري وبيحاولوا يفتحوه، وبيدخلوا الكود لكن فجأة بيسمعوا صوت وبيخافوا وبيبعدوا، وبيتفاجئوا لما بيظهر مستذئب قدامهم، وبيبتدوا انهم يتصدوا له. تيو بيتنكر في الحداد القوي، وكلارا بتختفي، وجيلبرت بيستخدم قوة صياد المستذئبين، وبيبعد جيروم وماري عشان ما يتأذوش. وبيمسك جيلبرت وتيو المستذئب وبيبتدوا يكتفوه ويضربوه، بس المستذئب بيقدر انه يتخلص منهم ويضربهم ويرميهم على الارض. وفي الوقت ده تيو بيقع منه الحظاظه بتاعه الحداد وبيرجع لشكله الاصلي. وفي اثناء المعركه دي بيحصل حاجه غريبه جدا، بيجي النقيب وماسك الرمح بتاعه، وجيروم بيقول له يضرب المستذئب، لكن النقيب بيقول له انه ما يقدرش يقتلها عشان بيحبها، وانها لو ماتت هيموت معاها لان كيوبي ضربتهم مع بعض. وفي الوقت ده جيروم بيفتكر ان هي دي البنت الخبازه، وبيفتكر لما شافها في السوق فعلا كان جلد ايديها عليه شعر المستذئب، وزي ما كلارا قالت ان الشعر الابيض ده معناه انها انثى. وبيتضح كمان ان الشخص اللي خلص المستذئب اللي كان في المصيده كان برضو النقيب، والنقيب بيقول لهم يا احنا يا انتم، وبيبدا يضرب سهم على جيروم، لكن جيلبرت بيقدر يمسك السهم على اخر لحظه قبل ما يصيب جيروم. وبتبدا المستذئبه تهجم على جيروم وماري، وبيحاول جيلبرت يتصدى لها. وفي الوقت ده بتيجي لويز عشان بطاريه الايباد خلصت، واول ما بتشوف المستذئبه بتتحول هي كمان وبتبدا تهجم على ابوها وامها. في الوقت ده بتحاول ماري وجيروم انهم يغنوا لها الاغاني بتاعتها عشان تهدى وما تأذيهمش، لكنها بتفضل تقرب منهم وتقرب، وفجأة بتجري وبتلف وبتضرب الخبازة المستذئبة وبتفضل تخربش فيها وتبهدلها، لكن الخبازة بتقوم وبتضرب لويس في الحيطة، ولويس بتفقد الوعي وبيظهر في ايديها كارت مستذئب، يعني معنى كده انها ماتت. في الوقت ده القوة السحرية اللي جوه ماري اللي المفروض انها واخدة دور الساحرة بتطلع، وبتطلع شعاع بتخلص بيه على الخبازة وبتاخد روحها وبتديها للويز. وفي اللحظة دي لويز بتفوق فعلا، والخبازة المستذئبة بتموت هي والنقيب، وبيبتدي يظهر لكل واحد الكارت بتاعه اللي هيحطوه في اللعبة عشان يرجعوا الزمن بتاعهم. كلارا بترجع تظهر ومعاها الكارت بتاعها، وجيلبرت جروحه بتختفي وبيظهر معاه الكارت، وبرده تيو والنقيب بيظهر في ايده كارت كيوبيد، ومعنى كده انهم خلاص فازوا باللعبه. وبيرجعوا لشيل وبيرو عشان يودعوهم، وبيكون بيرو قدر انه يعالج شيل وبقى كويس، وبيودعوهم. وبيرو بيقول لجيروم انه الهمه وانه هيرجع بلده وهيرجع للرسم تاني، وانه كمان هيرجع يستخدم اسمه الحقيقي اللي هو ليوناردو بيرو دافنشي. جيروم بيتخض جدا وبياخد جده على جنب وبيقول له اشتري كل اللوحات اللي هيرسمها، فجده بيقول له هو ما بيعرفش يرسم اصلا، فجيروم بيقول له نفذ اللي بقول لك عليه واشتريها كلها. وشيل بيستغرب وبيقول له ماشي، وبيودعه وبيمشي. وبيبداوا يحطوا كلهم الكروت اللي معاهم في الصندوق وبيقفلوه، وبيفقدوا الوعي كلهم، ولما بيفوقوا بيتفاجئوا بحارس لابس خوذه، وبيتاكدوا ان كل اللي هم عملوه ده فشل، لحد ما الشخص ده موبايله بيرن وبيعرفوا انهم خلاص رجعوا 2024 تاني، وان الشخص ده متنكر عشان كرنفال العصور الوسطى اللي هيتعمل في القريه، وبيقول لهم ان الازياء اللي هم لابسينها دي مش لايقه على الكرنفال خالص. طبعا ما يعرفش اللي فيها وان الهدوم دي اصلا حقيقيه، وبيضحكوا كلهم وبيفضلوا يتنططوا من الفرحه انهم اخيرا رجعوا لزمانهم وبيتهم. وبياخدوا بالهم في الوقت ده ان جيلبرت بيرجع ينسى تاني، وبيفتكر انه كان بيتهيأ له كل اللي حصل، وبيكون في ايده رساله بياخدها جيروم، ولما بيفتحها بيلاقي ان جيلبرت كان بيكتب كل حاجه فاكرها عشان لما يرجعوا جيروم يحكي له كل حاجه، وده لانه عارف انه هيوصل في يوم من الايام وهيرجع ينسى كل حاجه بسبب الزهايمر. وفي الوقت ده جيروم بيتأثر جدا وبيبكي لانه كان مقصر في حق باباه. وبيتجمعوا كلهم في معرض للوحات، وبنعرف ان جد جيروم اشترى لوحه الموناليزا من بيرو، وانهم اتبرعوا بيها وكل العالم جاي يتصور جنبها. وبس كده بتخلص المغامرة اللي قدرت تجمع كل العيلة ويقربوا من بعض تاني. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك وشير الفيديو مع أصحابك اللي بيحبوا الأفلام، واستنوا الملخص الجاي. سلام.